نبدأ الأول. أهم حاجة الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. يعني إيه؟ بيتنا زوج وزوجة، إحنا وقفنا هنا قدام المذبح، أبونا ممثل لربنا جمعنا، ومن الوقت ده بقت هي زي حواء أيام آدم، عظم من عظمك ولحم من لحمك، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. لو بصينا لزمان وبصينا للمثلث اللي قدامنا دوت، ربنا كان موجود وكان آدم وحواء قرب راس المثلث. قرب ايه؟ راس المثلث. كانوا قريبين من ربنا، فكانوا قريبين ايه؟ من بعض. ده الاساس. كل ما نبقى قريبين من ربنا هنبقى قريبين من بعض. لما حصل السقوط حصل ايه بقى؟ نزلوا لقاعدة المثلث، بعدوا عن ربنا، فكمان بعدوا عن بعض وبدأوا يرموا ايه؟ ده هي اللي ادتني، ده الحية هي ضحكت عليا، وهكذا. يبقى إذا في تربية أبنائنا القاعدة الأساسية إن احنا نبقى قريبين من ربنا، فنبقى قريبين ايه؟ من بعض. انتوا شطار خالص وبتساعدوني، ودي حاجة حلوة. الحاجة الثانية اللي عايز اتكلم فيها، المثلث اللي قدامكم الثاني اسمه نموذج البيت المسيحي. أي بيت مسيحي ليه قاعدة. القاعدة الأساسية هي علاقة شخصية مع الرب يسوع. العلاقة الشخصية مش إن أنا بعمل ممارسات روحية، مش إن أنا مواظب وإن أنا بسمع كلام أب اعترافي، كل الكلام ده حلو، لكن مع الممارسة الروحية في علاقة بيني وبين ربنا. بروح القداس بتكلم مع ربنا، بروح القداس حاسس إن أنا المسيح بيسجد فيا وأنا بسجد فيه، بعمل علاقة. طول القداس بصلي، مش سرحان في كيلو الطماطم وكيلو الخيار والحرب اللي دايرة، لا، أنا داخل الكنيسة بعلاقة وحديث مستمر بيني وبين ربنا. اليوم بتاعي كله علاقة مع ربنا. إذا كان أب اعترافي مديني باكر والغروب، بس أنا طول النهار باكر بفتكر القيامة، التالتة بفتكر الروح القدس، الستة بفتكر الصليب، التاسعة بفتكر الموت، الغروب بفتكر الدفنة، النوم بنام مع المسيح وبصحى نص الليل، حتى لو رحت الحمام أفتكر إن إيه؟ إن في عذارى حكيمات وفي عذارى جاهلات وفي عريس جاي ياخدني. يبقى اليوم كله إيه؟ أنا مشغول بعلاقتي مع ربنا. على مدار السنة مشغول بإيه؟ ميلاد، ده المسيح تجسد، وجه في بطن العذراء، ده جه عشان خلاصي، وبعد كده يخش يونان، توبة، صيام كبير يبقى فيه ايه؟ فيه توبة وفيه أسابيع الصيام، وبعد كده قيامة. يبقى طول السنة أنا مشغول بربنا، وطول اليوم أنا مشغول بربنا. ودي اسمها العلاقة الشخصية مع ربنا. بتحصل امتى؟ بالجهاد. بتحصل امتى؟ ان الموضوع يبقى في دماغي. بتحصل امتى؟ لما انا دايما مقترح علاقتي مع ربنا. يبقى ده احنا بنتكلم على ايه؟ اساليب التربيه، لكن اساس البيت ايه؟ علاقه شخصيه مع ربنا. ايه؟ لما اعمل علاقه مع ربنا يحصل لي حاجه اسمها شفاء النفس. ايه موضوع شفاء النفس ده بقى؟ احنا ما تربيناش في بيئه سويه. أكيد كان في ضغوطات، أكيد كانت في مشاكل في بيوتنا زمان، أكيد في حد أذانا وتعبنا، سواء إيذاء نفسي، جنسي، جسدي، إهانة. فكل ده عملت شوية تراكمات كده بتخلي النفسية مش مظبوطة قوي. طبيعي، بس الأهم إن أنا أشفى من هذا التعب. ممكن يكون جالي شوية صغر نفس، جالي شوية شعور بالذنب، جالي شوية مرارة من علاقة قديمة أو من تعب قديم. مش غلط، كلنا مرينا. بس أنا لما علاقتي مع ربنا بتبقى كويسة، باخد مثلا كورس معين، بحضر اجتماع زي كده، يحصل لي شفاء للنفس. يبقى أنا بتعامل مع جوزي بنفسية حلوة. حضرتك بتتعامل مع زوجتك بنفس حلوة، مفيش اشمعنى، مفيش مين أعلى ومين أقل. يبقى كل ده اسمها مرحلة شفاء النفس. لما أعمل علاقة مع ربنا ويحصل لي شفاء للنفس، يحصل حاجة اسمها تفاهم أسري، تفاهم زوجي. في اختلاف، مفيش مشكلة، بس الاختلاف ده ما يبقاش نقطة للخلاف. الاختلاف فرصة للاكتشاف. التفاهم بيجي بالتدريب وبالتعود وكده.
قوم بعد الخطوة الرابعة بقى الأخيرة تربية الأولاد. تربية الأبناء لما حد بيجي يجيب لي ابنه في جلسة ويقول لي ابني تعبني وبيعمل وبيسوي، بقول له حبيبي اطلع اقعد بره وبقعد مع الأم. علاقتك مع ربنا شكلها إيه؟ شفاء النفس بتاعك أخباره إيه؟ الضغوطات بتاع الحياة عاملة معاكي إيه؟ علاقتك مع جوزك الخطوة اللي بعديها، طب أنت وجوزك عاملين إيه مع بعض؟ أطمن إن الخطوات دي كلها، وبعد كده بقى نتكلم في تربية الأبناء ومشاكل الأبناء ومشاكل المراهقة والحاجات دي كلها. خلاص؟ يبقى احنا عرفنا المثلث الأولاني، نبقى قريبين من ربنا، نبقى قريبين من بعض. المثلث الثاني نموذج البيت المسيحي ده هنقعد نكرر فيه كتير لحد لما نحفظه تماما. علاقة شخصية مع ربنا، يحصل شفاء للنفس، يحصل تفاهم أسري، وبعد كده نبتدي إيه؟ نربي الأبناء. طيب، أولادنا دول وزنة غالية جدا جدا جدا، وحاجة عظيمة جدا جدا جدا، وإحنا عايشين عشان ولادنا، وفاكرين ساعات كتيرة قوي إن إحنا بنعمل أقصى مجهود. فعلا إحنا بنعمل أقصى مجهود، لكن مجهودنا أكتر في الرعاية. في الرعاية، يعني إيه الرعاية؟ أكل وشرب ولبس، ونودي مدرسة نظيفة، ونودي المدرسة الصبح، وبعد كده نودي دروس، ونقعد نذاكر الولاد. كل دي اسمها ايه؟ رعاية. رعاية. لكن احنا بقى في كلامنا اهم حاجة اسمها الاهتمام الشخصي، الاهتمام النفسي، الاهتمام الروحي. الى حد ما احنا مواظبين، ولادنا بيروحوا مدارس الاحد، بنوديهم الكنيسه، لكن احنا بنقعد نتكلم معاهم عن ربنا، بنفتح الانجيل ونحكي لهم قصه واثنين وثلاثه، نبقى مصرين التلفزيون بتاعنا شغال على حاجات مسيحيه مقدسه، ولا سايبين التلفزيون والنت هي اللي واخده وقتنا؟ طيب، ربنا يسوع المسيح اهتم بالأطفال جدا وأحبهم. ممكن حد يديني آية أو يديني موقف أو يديني حاجة بتبين اهتمام السيد المسيح بالأطفال؟ الله عليكم، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. حلو أوي. حاجة تانية، إيه ده؟ إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات. شطار، رجالة، يلا، تنافس. قال إيه ربنا يسوع على الأطفال؟ يوم كده عظيم كان السيد المسيح راكب كده على حمار، ايوه، ان سكت هؤلاء فالحجاره تكلم. يوم ايه؟ يوم حد الشعانين وهو راكب الملك، والناس بتقول وصلنا في الاعالي، وصلنا، وبيقول لهم ايه؟ بيقولوا سكت دول، فقال لهم لو دول سكتوا الحجاره هتتكلم. حاجه تاني، انتوا كده شطار. السيد المسيح قال الايه اللي انتوا قلتوها، دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم. احب فيهم بقى ايه؟ احب البراءه والبساطه وعدم التعقيد وعدم الكبرياء وعدم الرياء. كل دي صفات في أولادنا إحنا بنتعلم منهم. إحنا لو كل واحد فينا خد صفة من صفات الأطفال هنخش إيه؟ السماء زي ما قال السيد المسيح. وقال زي ما انتم قلتوا ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات. وقال ايضا من لا يقبل ملكوت السماوات مثل ولد لن يدخل ملكوت السماوات. ومن قبل ولد واحد مثل هذا الطفل فايه؟ فقد قبلني، زي ما انتم قلتوا. ودافع عن الاطفال في يوم حد الزعف وقال زي ما انتم قلتوا لو سكت هؤلاء لتكلمت الحجارة. وقال حاجة مهمة أبدا عن الأطفال: إن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين فخير به لو علق في عنقه حجر رحى ويغرق في لجة البحر. طيب، كل هذه الآيات بتبين محبة السيد المسيح للأطفال، وبتدينا إحنا كآباء مسؤولية الحفاظ على هذه البراءة وهذه البساطة وهذا الكنز اللي في أولادنا. يبقى الواجب علينا إن إحنا ما نشتكيش من أولادنا. أنا دايما بقف في صفهم إن إحنا إيه؟ أنا عارف
انا عارف، صدقيني انت عندك حق، الجيل اتغير، بس احنا كاباء نتيجه الجيل اتغير بقينا مشغولين بزياده، وبقينا بنرتكب شويه اخطاء غصب عننا ومنبقاش عارفين ان دي اخطاء. فاحنا جايين النهارده نحط شويه حاجات احنا بنعملها بتلقائيه وبتعملها بصدر رحب وبنعملها نتيجه ضغوطات الحياه اللي عندنا، بس هي بتتعب ايه؟ اولادنا. بتتعب اولادنا. تلاقي تيتا كده احلى من ماما. ليه؟ تيتا احلى من ماما ليه؟ خلاص بقى ايه؟ شافت الدنيا وعدت على خبرات كتير، فممكن تيتا تكون وقعت في نفس اخطائنا، فلما بتيجي تيتا تلاقيها حنينه قوي، واخده العيال بالراحه قوي، وبتحكي معاهم بحكايه، وهم الولاد فعلا محتاجين كده. انا قلت ايه؟ انا بلتمس لماما العذر. احنا النهارده جايين نحط شويه حاجات اساسيات علشان ممكن نكون بنعملها ايه؟ غصب عننا. السيد المسيح دعانا نحيا حاجه اسمها الطفوله الروحيه، يعني نبقى بسطه في حياتنا الروحيه، ما نقولش اشمعنى، وما نقولش ما نبصش لفلان، وما نتكلمش على علان، كل دي حاجه اسمها ايه؟ الطفوله الروحيه اللي هي البساطه في الايمان. اول اسلوب غلط بنشتغل عليه حاجه اسمها القهر والرفض. ممكن اكون بقهر بنتي عشان خايفه عليها، ما تخرجيش، طبعا ده تربيه، انا ما بقولش حاجه، لكن احنا بنعلمهم خلي بالك، محدش يمسكك، محدش يلمسك، كل ده تمام، لكن القهر ما تخرجيش وما تعمليش والحادثه ده اسمه قهر في التربيه. احنا نعلم ونوعي ونفهم ونقول للولد محدش يقرب منك، محدش يلمسك، لو حد قرب منك زعق، لو حد ضربك زعق فيه، خد حقك، بس ما تغلطش، ما ينفعش ان انت تعور حد، لكن زعق باين ان انت قوي. يبقى احنا ايه؟ بنفهم وبنوعي لكن ما بنقهرش. ساعات بنخاف على البنت زياده في مجتمعنا، حقنا ان احنا نخاف عليهم بس من غير قهر. لما بعلم ما بضربش وما بشتمش، علشان انا ساعات ببقى جاي تعبان من الشغل، ببقى المدير تعبني والشغل مرهق جدا، فابسط حاجه ايه؟ لما ابني يعمل حاجه غلط اقوم ايه؟ مزعق، اقوم ضربه. فانا هو الولد مش حاسس ان بتعبك، هو عارف ان انت بتتعب لكن مش مقدر قوي، وانت نفسيتك بتبقى مضغوطه فبتتصرف تصرف ايه؟ مش صح قوي. احنا هدفنا ان احنا نطلع شاب في الجامعه يكون ابن ربنا ويكون متزن نفسيا ومتزن اجتماعيا، فاسلوب القهر والرفض مش هو احسن اسلوب في التربيه. الاسلوب الثاني اللي احنا ساعات بنعمله عشان احنا اتربينا بيه حاجه اسمها القسوه والانتقام. القسوه والانتقام لو بدافع التربيه فهو مش احسن اسلوب. احسن اسلوب ان احنا نتبع اسلوب التشجيع والثقه بالنفس، وان انا اساعده على المبادره. في فرق بين النقد والتوجيه. يعني ممكن اقول لابني الطريقه الصح لعمل الموضوع ده 1 2 3، وممكن اقول له انت غبي وانت مش فاهم وانت لسه مش عارف ايه وانت انت كده بتقلل منه. لكن لو تقول له انت شاطر يا حبيبي وما كلنا معرضين بالظروف ديت والموضوع ده بيتعمل كذا كذا كذا، يبقى انا وصلت اللي انا عايز اقوله بس باسلوب ما فيهوش قسوه او انتقام. القسوه والانتقاد بيؤخر حاجه اسمها التكيف الاجتماعي للطفل وبيصيبه بالخوف والاحجام. بنقول ابني مش اجتماعي، ابني مش واخد على الناس، ابني منزوي، ابني قاعد على الموبايل. ما هو النقد الكتير بيخليه مش حاسس بنفسه، مش حاسس بكيانه، مش خايف يقابل الناس. ليه؟ لقى ان حاجه سهله بتسليه وبتشغله، وبابا وماما بينتقدوني كتير فانا مش نافع، انا كده هقعد ايه؟ لوحدي. تمام؟ يبقى الاسلوب الثاني اسلوب القسوه والانتقام. الاسلوب الثالث بقى التدليل الذاتي. ابني هجيب له الاكل لحد عنده، كوبايه الميه مش هيجيبها، الطبق مش هيشيله يوديه بحوض، الدولاب ما بيوضبوش. ده بقى اللي انا ايه؟ بعمل له اوفر بروتكتد نتيجه مثلا ابن وحيد او ابن جالي بعد فتره طويله، فانا ايه؟ مخلياه وفاكره نفسي ان انا ايه؟ بربي بقى وبدلع وبهنن. لا، انت كده بتعلميه ان مفيش قواعد.
بتعلميه ان مفيش نظام، بتعلميه عدم وجود قواعد على الاطلاق، فيطلع ايه بقى؟ يخلق شاب عدواني، يطلع مسيطر، فاكر عايز المجتمع كله يبقى تحت رجله زي ما بابا وماما كانوا ايه؟ تحت رجله. بيطلع ولد نتيجة التدليل الزايد ده مش عارف يأجل رغباته وشهواته ايه، وعايز كل الناس تقول له نعم. لما يروح الجامعة والدكتور يقول له كلمة وحشة، او يروح المدرسة المدرس بيعلمه، تلاقيه ايه؟ مش قابل حاجة من حد، لان هو ما اتعودش في البيت ايه؟ حد يقول له لا. الحرية الزايدة وكمان بتسبب تعيق التواصل مع الناس، لانه هي بينزل مع اصحابه عايز كل اصحابه يسمعوا كلامه. فاذا اسلوب التدليل الزايد ده ايه؟ مش احسن اسلوب في التدليل. الاسلوب الرابع حاجه اسمها التمييز والمقارنه. بميز الولد، انا جبت الولد فالولد يبقى مسيطر وهو اللي متدلع، مش احسن حاجه. البنت زي الولد، ما هيش كماله عدد. البنت اتعلمت، دخلت الجامعه، بقت بتشتغل، بقت بتسافر، بقت مش زي زمان. فبنعامل البنت معامله الولد، ممكن نعملها برقه شويه، نعملها بدلع شويه، لكن ما نميزش الولد عن البنت في التعامل. في قصص من الكتاب المقدس عن التمييز عملت مشاكل. يوسف واخواته، عيسو ويعقوب، برافو عليكم. التفرقه بين عيسو ويعقوب عملت بينهم غيره وعملت بينهم عداوه طول العمر. لما اسحاق حب يوسف، يعقوب حب يوسف زياده، عملت مشاكل بينه وبين اخواته، وحاولوا يموتوه وباعوه، عملت مشاكل. فاحنا لما تبقى عندنا قصص من الكتاب المقدس ما نغلطش نفس الغلطات. نيجي بقى على المقارنه. ابن خالتك وابن عمتك، وشوف فلانه وشوف علان، دي بتحبط الولد وبتحسسه بصغر نفس طول العمر، ومش هينسى ان انت قارنته بقريبه، ومش هينسى ان انت قارنتيها بقريبتك. الوحيد اللي ممكن تقارن بيه ابنك، الوحيده اللي ممكن تقارن بيها بنتك مين؟ طبعا القديسين. طبعا بصوا دي نماذج حلوه جدا، لكن الوحيد اللي ممكن تقارن بينه ابنك هو نفسه السنه اللي فاتت. قول له انت اتقدمت، انت احسن من السنه اللي فاتت. بنتك انت حلويتي وكبرتي ونضجتي وتفكيرك بقى احسن، انت بقيتي بتساعديني. يبقى الوحيد اللي ممكن نقارن بيه هو ابني في الماضي، هو بنتي في الماضي. ليه؟ دي هتديها تحفيز، هتشجعها انها تتقدم وتبقى احسن وتبقى احسن. يبقى مش هنقارن بقرايبنا، لكن هنقارن ولادنا بنفسهم السنه اللي فاتت. انت كنت الثالثه طلعت الثانيه، برافو عليكي. انت السنه اللي فاتت ما كنتيش مواظبه قوي على الكنيسه، السنه دي بقيتي احسن. يبقى ايه؟ حاجه تديهم تحفيز في الحياه. الاسلوب الاخير اعتقد المحبط. انا مش عاجبني ابني خالص. بيقول لك إذا استمر الأهل في إحباط الطفل ووصف نشاطه الحركية بالغباء أو التهور أو الاندفاع ولو بهدف الحماية، الأسلوب ده مش أحسن حاجة. بيصيب الابن بحاجة اسمها الشعور بالذنب، يجيب له لوم لنفسه، حتى لوم وهمي. انتوا عارفين في نوعين من الشعور بالذنب، ذنب حقيقي، شعور بالذنب حقيقي لما اغلط فعلا في حق ربنا، لكن الوهمي ده بيؤدي نفس المشاكل لكن هو وهمي مش حقيقي. ليه؟ كثرة اللوم والإحباط بتجيب لوم، بس أنا خاطي، أنا وحش. ليه؟ لأنه هو في المدرسة دايما وحش، في البيت وحش، في الكنيسة خاطي. يبقى إيه؟ يجيبوا شعور بالذنب وهمي. فبرضه المحبط ده يجد الطفل نفسه غير قادر على الاندماج في أي نشاط ويساعده على الانعزال وبيأيد نفسيته. وممكن كمان يعمل حاجات استعراضية تعويضية، يزود العند. يعني انت بتحبطيه فهو هو ايه؟ يعني يبقى مش عايز يعمل حاجة. طب مش انا مش عاجبكم؟ طب مش عامل حاجة خالص. تمام؟ يبقى دي بعض الأساليب. احنا اتكلمنا على كثرة الانتقاد، لكن احنا عايزين ننتقد نقد ايجابي. يعني ايه نقد ايجابي؟ يعني انت كنت مش يعني انت عملنا كذا كذا كذا، فاحنا محتاجين نعمل كذا كذا كذا.
لكن ما يقولش بقى ايه انت وحش او انت غبي او انت ايه مش كويس. طيب احنا جمعنا الاساليب كلها في سلايد واحده عشان نبقى احنا راجعنا على اللي احنا قلناه من اساليب التربيه اللي مش مظبوطه. قلنا القهر والرفض او القسوه والعنف اللفظي او الجسدي او التدليل الزايد او كثره الانتقاد او الاحباط او التمييز والمقارنه في المعامله. الاساليب اللي مش مظبوطه دي بتعمل حاجه اسمها صوره ذاتيه سيئه للطفل. كل واحد فينا يبقى ليه صوره ذاتيه اسمها السيلف ايمج. دي جت من رؤيه بابا وماما ليه. انت شايف ابنك ازاي؟ انت شايفه بنتك، لو شايفاها حلو هتبقى السيلف ايمج بتاعتها حلو. لو شايفاها شاطره هينطبع جواها انها شاطره. لو شايفاها حلوه حتى لو مكرته شويه ولا سماره مفيش بنت وحشه. لكن هو السيلف ايمج هو اللي بيخليها حلوه. دلوقتي موضه الكارته دي بقت موضه، بقت ترند، كله بيكرت وبينزل وما بقتش عيب زي زمان. زمان كان الليس ولازم نروح نعمل شعرنا طويل لا، مفيش بنت وحشه دلوقتي. البنت السيلف ايمج بتاعها هو اللي بيخليها حلوه، حلاوتها الداخليه هي بتبان، ثقتها في نفسها هي اللي بتخليها حلوه. السيلف ايمج مهم جدا لاولادك. انت شايف ابنك ازاي؟ حتى لو مش شايفه بيرفكت قوي امدحه على الحاجه الحلوه اللي فيه، هتلاقيه بيطور ويزود من نفسه ويشجع من نفسه عشان يبقى السيلف ايمج مهمه. محبتنا تبقى زي محبه المسيح لينا. محبه المسيح لينا محبه اسمها محبه غير مشروطه. حب السامريه رغم خطأها ونجاستها وخطيتها وقبلها وشجعها. فلما عمل كده ايه؟ السامريه حبته واعترفت له، ومش بس كده بقت خادمه كبيره جدا وراحت ايه؟ تكرس حياتها في الايه؟ انسان قال لي كل ما فعل. فمش هحب ابني عشان شاطر، مش هحب بنتي عشان بتسمع الكلام، مش هحب ابني علشان شماس وبيقف يخدم مع ابونا. انا بحبه على حلوه وعلى وحشه، على شقاوته وهدوءه، على محبتها وخدمتها وشطارتها او مش شطارتها. الله يفتح عليك، انت حافظه الكلمه بتاعت الدكتوره جهاد بالظبط. برافو عليك. تمام. ولادنا هيطلعوا مش زي ما احنا عايزين، زي ما احنا عايشين. دي القدوه. زي ما هنعرف في اساليب التربيه 70% من التربيه على القدوه. احنا فاكرين ان 70% هي الضرب او التعليم. لا، انت بتعامل ماما ازاي؟ حضرتك بتعاملي بابا ازاي؟ هيطلع عنده سوي في نفسيته، علاقته بالجنس سليمه، علاقته مع ربنا سليمه، لان القدوه بتاعته انتوا الاثنين ايه؟ سليمه. يبقى العنف والضرب احنا بنعتبره اسهل طريقه، لكن هو 10% من التربيه زي ما هنشوف في اسلوب التربيه والعنف. يعني في 90% من الاساليب التربيه غير اسلوب الضرب والاهانه والتجريح. احنا بناخد 10% وبنعتبرها هي الولد ما بيسمعش الكلام، الولد عنيد، الولد وهي احنا بنستخدم بس 10%. لكن احنا لو خدنا 70% اللي هي بتاعت القدوه هتلاقي ولادنا احسن لوحديهم. نبطل الاساليب الغلط. في صدقوني علم الله قالت لي انا سمعت عظه لمجدي اسحاق، دكتور مجدي اسحاق، وكانت عند بينها وبين ابنها مع انها حلو جدا. قالت لي الدكتور مجدي قال 6 شهور بدون نقد وانا نفذته. ابني اتغير تماما. ابني اتغير، يعني 6 شهور بتقول الحاجه الحلوه، بتقول توجيه من غير تجريح من غير نقد، الدنيا اختلفت تماما. فاذا الاساليب اللي احنا قلناها دي نبطلها، ناخد الايجابي بتاعها ونبتدي نعمله ونشجع اولادنا ونتعامل معاهم باسلوب تاني. هتلاقي الولاد فعلا اختلفوا معنا. آيات من التربية من الكتاب المقدس: كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. دي بيديهم صورة ذاتية إيجابية عن نفسهم. هم ممكن ما يكونوش كده 100%، لكن بولس عايز يقول لهم إيه؟ أنتوا أقوياء، كلمة ربنا ثابتة فيكم. ده ربنا بيعمل كده معانا. فاحنا نقول كده مع أولادنا: أنتوا حلوين، أنتوا كويسين، بس احنا محتاجين نعمل كذا كذا كذا. كمان بيوصي الأهالي حاجتين مهمين جدا جدا جدا: أيها الآباء
لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. إذا بولس الرسول من القرن الأول 100 بعد الميلاد عارف إن الأهالي ممكن يغيظوا أولادهم. ما تقولش إن دي أيام الرسالة، لأ، دي رسالة لينا. نشوف إيه اللي بيضايق أولادنا ونحاول ما نعملوش، إيه الأساليب الغلط اللي بتضايقهم ونحاول ما نعملهاش. هتلاقي أولادنا إيه بقوا أحسن. في مشكلة فينا إحنا كآباء، بيبقى بينا صراع بين اللي ما نتمناه. أنا عايز ابني يطلع دكتور، أنا عايز ابني يطلع ضابط، أنا عايز ابني، وفي واقع علمي وواقع حقيقي بولادنا. ابني مش حابب الطب، ابني عايز كمبيوتر، ابني إمكانياته قليلة فمش قادر يحقق طموحاتي. أحسن حاجة مين؟ يعني أحسن حاجة تتمناها لابنك تقول له يا ابني أتمنى لك النجاح، أتمنى لك النجاح، أنا أتمنى لك إن أنت تحقق اللي أنت عايزه، تحقق أمنياتك. والأب الشاطر بقى أكتر يقول له أنا أتمنى إن ربنا يكون راضي عنك، إن أنت تكون بتحب ربنا، إن أنت تبقى حاجة حلوة خالص في الكنيسة وتخدم ربنا. يبقى أنت بتديله الأمنية الروحية مع الأمنية اللي هو نفسه يحققها. يوم الصراع ده بقى إيه؟ اللي داخلنا إحنا كآباء يقل ونغيره ونبتدي نتطور علشان ابننا ما يطلعش أو مثلا لما يبقى ابنك يخش ثانوية عامة أنت لازم تخش الكلية الفلانية. هو مش عايز، هو مش عايز. تمام؟ وإزاي؟ اتفضلي. حلو، ما شاء الله، برافو عليك. ليه؟ عمل اللي هو عايزه فبدأ يتطور في السكة اللي هو عايزها. احنا دايما ما عندناش المرونة اللي عند ولادنا، ده للأسف. أنا شفت ده مع ولادي أشطر مني في الكمبيوتر، بستغلهم. تعالى علمني دي، تعالى اعمل لي الباوربوينت ده، قول لي دي بتتعمل ازاي. بستفيد من خبرته ومن أسلوبه المتطور. عندهم قلة خبرة، لكن في حاجات متطورين، في عندهم مرونة، في حاجة بيعملها أسرع مني، أديها له وأقول له برافو عليك. ما أحسش إن أنا بقى إيه، إن أنا قليل، لا، ما هو امتداد ليا. هو لما نجح في حاجة أنا نجحت. تمام؟ والمقولة اللي حضرتك قلتيها مكتوبة فوق أهي تحت خالص، أولادنا مش هيطلعوا زي ما إحنا عاوزين، هيطلعوا زي ما إحنا عايشين. برافو عليك. طيب، ناخد شوية نصايح في التربية السليمة. احنا الجزء اللي احنا خدناه ده حلو جدا، لو احنا نفذناه ومشينا عليه كافي. لكن احنا هنتكلم على 3 حاجات مهمة جدا جدا لأولادنا، وأعتقد هختم على كده. ولادنا بيتولدوا بحاجة اسمها خزان عاطفي. الخزان العاطفي ده بيتملي بالاحتياجات النفسية، اللي هي التشجيع، اللي هي المواساة، اللي هي الحضن الدافي. الحضن ده مهم جدا على فكرة. الحضن ده اللي لوثه الميديا، لكن ربنا قال لموسى احضن الشعب، خذه في حضنك، حبه واحضنه. فالحضن ده مهم جدا جدا. انا ابني لما بيخش اعدادي ما احضنوش عشان طول. البنت لما تولد كده ما تتحضنش. في واحدة جت قالت لي أنا أبويا ما حضنيش غير يوم الفرح، وزعلانة طبعا لما حكيت لهم إن الاحتياجات النفسية موضوع الحضن ده مهم. نحضن أولادنا، نعمل على كتفهم كده، نمسك إيديهم. هو طويل بس محتاج الحضن. هو طفل كبير أو طفل بيكبر، بلاش طفل كبير، طفل بيكبر محتاج. فأولادنا بيخزنهم بيتملي بالاحتياجات النفسية من هو صغير لحد إعدادي وثانوي، لسه الخزان ده بيتملي. الشطارة إن هو لما يطلع بره مع أصحابه خزانه يفضل يرجع لي تاني عشان يملى من عندي. لو لقاني أب قاسي، لو لقاني أم بتنتقد، لو أب مش بياخد حوار، أو لما أحكي له حاجة أنت غلطان مش هيجي يحكي لي، هيدور يملى الخزان مين بقى؟ من واحدة صاحبته، من جيرانه، من واحد يعلمه حاجة غلط، من الموبايل.
فهقول لكم موضوع الخزان ده زي ما هو مكتوب، علشان ايه لو محدش فهم كلامي يفهمه زي ما مكتوب. كل من اولادنا خزان يولد به وجاهز ان هو يمتلئ بالحب والعاطفه من الاحتياجات النفسيه زي ما حكيت. انك في اشد الاحتياج تملا خزانه العاطفي دايما منذ ولادته في جميع مراحل نموه المختلفه، حتى لا يقع فريسه للاخطار والكوارث الخارجيه. وفي فتره المراهقه زي ما احنا قلنا هو اكتر وقت محتاج تملا خزانه العاطفي. تاني حاجه اتكلمنا عليها مرور الكرام، لكن الحب الغير مشروط ده مهم جدا جدا. مش هحب ابني علشان متفوق، مش هحب ابني عشان شماس، لا، انا بحبه في كل الاحوال. بحبه وهو بيكبر، وبحبه لما يغلط، وبحبه لو حتى مش شاطر في المدرسه ما اقولوش انت فاشل وانت مش نافع كده، انا بحبطه. بقول له حبيبي احنا محتاجين نقعد شويه، نقعد نساعده، نقعد نشجعه ان هو ازاي يذاكر وازاي يحصل، ما انتقدوش واقول له ايه انت فاشل وانت مش ناجح وانت. الحاجه الاخيره اللي هختم بيها، مش كده بس كده كفايه، نعمل تواصل جيد مع اولادنا. التواصل بثلاث حاجات على فكره، الثلاث حاجات دول ينفعوا مع الزوج، ينفعوا مع الزوجه، ينفعوا مع الاولاد. ايه التواصل الجيد؟ لما ابني يجي يطلب مني حاجه ويكلمني وانا بقمع الباميه، هسيب الباميه وانتبه له وابص في عينيه باهتمام واعرف هو عايز ايه. انت عملت في عينه او بصيت له او اهتميت بيه او خدته في حضنك، انت كده عملت 3/4 المشوار. الربع هيبقى الحاجه اللي هو عايزها منك. يبقى اذا ايه؟ الاهتمام بيه بشخصه، واسيب الحاجه اللي في ايدي ايا كانت اللي انا بعملها. صاحبتي بتكلمني في التليفون، هقفل الموبايل واشوف ابني عايز. يبقى اعمل تواصل جيد معه. من التواصل الجيد اللمسه الحانيه والحضن الدافي زي ما اتفقنا. لما ابنك في الخدمه حتى يجي لك وانت طويل كده يقول لك انزل له تحت شويه عشان يحس ان انت ايه قريب منه، فهتاخده في حضنك تطبطب عليه وتقول له ايه اللي حصل، يحكي لك 1 2 3 وتهتم بكل تفاصيله حتى لو كانت بسيطه. يعني بتبدا الموضوع الاهتمام من لعبته اللي اتكسرت. لعبه ب5 جنيه وانت عارف انها هتتكسر، هو زعل انها اتكسرت، اهتم، قول له هات اللعبه، طب تعالى نشوف نحاول نصلحها، وتجيب اللزق وتحاول تلزق معاه او تثبتها له، او تعالى بالجلو. اذا ايه؟ اهتمام بالحاجات البسيطه بتاعته. الاهتمام ده يوم ما يجي بقى حد يضايقه، حد يتحرش بيه، بنت حد يعاكسها في الشارع، هو عارف ان انت هتستقبل منه من وهو صغير. يوم لما يكبر وتحصل له مشاكل حقيقيه يجي يحكي لك فلان عاكسني وانا جاي، وانا زعقت في الشارع وقلت له هتحكي. وده الغرض من التواصل الجيد من وهم صغيرين، عشان لما يكبروا يلاقوا حضننا، يجي اول حاجه يجوا لها هو حضننا، يترموا فيه ويحكي لهم. كمان التواصل الجيد ده ابنك مش هيقعد لك، فلو حابب يقعد معاك وهو صغير، ولو حابب يقعد معاك وهو في مرحله المراهقه، يوم ما يتجوز ويروح حتى اخر الدنيا هتلاقي منه تواصل حتى ولو بالتليفون. لما بنكبر ومش عاملين تواصل جيد بنشحت ولادنا، وبنشحت اصل هم ما بيسالوش علينا، اصل هم هجوا. لا، ما يزرعه الانسان اياه يحصد. اللي بنزرعه في الطفوله هنلاقيه لما احنا نشيب كده وشعرنا يبقى ابيض هنلاقيه في ولادنا. ليه؟ لان هو اتعود في تواصل جيد من وهو صغير. الحته الصغيره بقى بحكيها للمتزوجين وهختم بيها، حاجه اسمها اعاده الصياغه. لما ابنك يحكي لك مشكله قول له انت قصدك كذا كذا كذا، انت قلت كذا. لما يجي يحكي لك عن المدرس، انت قصدك ان المدرس احرجك قدام زمايلك، يقول لك يبقى انت كده وصل لك المعلومه صح، يقوم يحس ان انت فهمته واستوعبته. مش تاني هو جاي يحكي لك عن مدرسه وتقول له ايه اصل انت شقي، اصل انت طول عمرك كده، اصل انت ما بتقعدش على الكرسي. يبقى انت كده ايه انتقدته. هو جاي يحكي لك ومجروح
ما فهمتوش، فايه يا اما مش هيجي يحكي لك تاني، يا اما هياخد جنب، يا اما ايه هيحصل مشاكل اللي عنده وهكذا وهكذا. يبقى انت لما يجي يحكي لك مشكله تقوم عامل ايه؟ اعاده صياغه. كذلك لما تيجي زوجتك تحكي لك على مشكله ما تقولهاش اصل انت كذا كذا كذا. لما جوزك يجي يحكي لك على مشكله تعباه في الشغل، مش اول كلمه تقولها له ما انا قلت لك ما تكلمش فلان وان ده وحش، مش هيجي يحكي لك تاني، مش هيجي يحكي لك تاني. لكن لما يجي يحكي لك مشكله يبقى انت قصدك تقول ان فلان عمل معاك كذا 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 كذا. يبقى اعاده الصياغه دي بتبين اللي قدامك اللي انت مهتم واللي انت ايه فهمته، حتى لو ما حلتوش المشكله. اشكركم جدا ومتشكر على الدعوه. نشكر محبة الدكتور